جماعة أنا جسمي نحس. جماعة أنا جسمي نحس وما بقيتش فاهم أي حاجة، والله العظيم ما بقيت فاهم أي حاجة. يعني أنا باتمنى الماتش يخلص من الدقيقة 35 من ساعة ما جبنا الجون، وحلو كده وراضيين كده 1-0 ونعدي اللي بيحصل ده. مش فاهم حاجة، وما عنديش كلام أقوله، مش لاقي حتى كلام أقوله، هاقول إيه؟ هاقول إيه يعني؟ أطالب بعودة ريبيرو؟ يعني أنا ريبيرو كان نجدة باللي إحنا شايفينه ده، ريبيرو كان عنده يعني في إيه؟ في ايه؟ ده مستوى اللعيبه، ده مستوى سريحه بيجروا من البلديه، ده شغل جري من البلديه في الملعب. ايه اللي بيحصل؟ ليه ما بننقلش 3 4 كور على بعض؟ انا خلاص، انا وصل بيا الحال ان انا يعني الصدمات الكتير نحستني، ودي حاجه غريبه. بقيت منحس عادي. تعادلنا عادي، الحمد لله ان احنا ما خسرناش. يعني ده لسان حالي. اداء مش فاهم حاجه. ومن اول السيزون عمالين ناخد كشاف في التاني في التالت لحد خلاص ما جسمنا وجعنا. احنا الحل نذبح. الحل ان احنا نذبح، مفيش حل تاني. يا كابتن وليد، سوق الجمال، انزل على سوق الجمال هات لنا 7 8 جمال وطير رقابي على باب النادي، اذبح وغرق الدنيا وخمس وش اللعيبه دي. في حاجه غلط. احنا مبسوط لنا في الفرقه ومبسوط لنا في حياتنا، لان اللي بيحصل ده انا عمري ما شفته. على مر تشجيعي للنادي انا عمري ما شفت بدايه كده. ودي اكتر بدايه الواحد ما يتوقعهاش بالفرقه دي. احنا في حاجه غلط مش مفهومه، في نوايا مش كويسه، في حد مش سالك، في حد داعي علينا. ما هو في حاجه غريبه، انا مش عارف اتكلم، مفيش كوره اتكلم فيها. هنقول ايه؟ هنقول مش عارفين ننقي الكوره؟ هنقول ان احنا بنجري في رجلنا اكياس رمله، لعيبه سريحه، لعيبه عايز تاخد فلوس على الفاضي. وهش تريزيجيه بيعمل لنا هش ايه؟ هش ايه ده؟ ده انت تحمد ربنا ان احنا بنتفرج على واحد زيك ما عندوش فكره. ما عندوش فكره، انت بتجري مبعتر. وانت بتجري اول مره اشوف واحد بيجري مبعتر. يعني عايز المك وانت بتجري، كتف هنا وايدي هنا وهيصه، بتجري بتعمل هيصه. هش ايه ده؟ انت جبت جون وتعادلنا. حسبي الله ونعم الوكيل. وفي حاجه غلط ولازم نعرف ايه هي الحاجه الغلط دي، اللي احنا كده هننزل درجه تانية باللي بيحصل ده لو فضلنا بالمستوى ده. لان احنا كل مره نقول الدنيا هتتعدل. امتى؟